السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فقاص بالدقيق القمح الكامل. كيجي رائع، صحي ولذيذ وسهل في التحضير وكيجي مقرمش وهشيش. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي 6 ديال البيضات اللي وحده حيت ليها الصفر ديالها باش غادي ندهن بها في الاخير. وهنايا ما صورتش معكم اللقطه. هنايا درت زلافه ديال السكر سنيده، وغادي نضيفو زلافه ديال الزيت، وغادي نضيفو معلقه كبيره ديال النافع، وغادي نضيفو الزنجلان اللي سبق لي حمرته. ممكن تضيفوا زلافه، انا هنايا درت زلافه ما عمراش على حسب داكشي اللي كان متوفر عندي هو اللي قضيت به. وغادي نضيفو قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيفو كيس ديال سكر الفاني، صافي البنات. هنايا غادي ندير واحد الكاس مخلط ما بين الحليب وما زهر، يعني نص كاس الحليب ونص كاس ديال المزهر. انا غادي نستعمل العجانه، ممكن تستعملوا نتوما القصريه حيت انا جابني حتى لاخر لحظه بغيت نعجن فيها صافي وتهرست ليا. صافي قلت غادي نقضي بالعجانه. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا. وهنايا عندي الدقيق القمح الكامل، عندي هنايا كيلو اللي غربلته وحيدت ليه ديك النخاله ديالو باش ما كيجيناش الفقاس حرش بزاف. صافي دابا غادي ناخدو داك الخليط من بعد ما طرب لينا البيض مع السكر مع الزيت مع المكونات اللي ضفت معاكم. صافي البنات، هنايا عندي زلافه ديال اللوز اللي رطبته في مزهر مده ليله كامله او لا على الاقل 5 ديال الساعات. صافي وغادي نضيف كاس ديال الدقيق الفورس، وغادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره كيميائيه. صافي من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. انا ما نقدرش نقول لكم كل وحده على حسب القياس ديال الدقيق. انا هنايا استعملت كيلو ديال الدقيق على حسب كل وحده. كاين دقيق اللي كيشرب دغيا، كاين دقيق اللي تقدروا زعما تستعملوا اكثر من كيلو على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي هنا كنستعملوا العجانه كما قلت لكم، تقدروا تعجنوا غير بيديكم في القصريه. صافي هنايا كنبقاو نزيد شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه ديال الفقاس وما كتبقاش كتلصق لينا. صافي البنات، هنايا دهنت يدي بشويه ديال الزيت والعجينه من بعد ما تعجنات لينا. صافي دابا غادي نقطعها، غادي نقطعها على 6 ديال القطع باش يجيوني صغارين ومتساويين. صافي البنات، هنا غادي نبدا نحربلهم على هذا الشكل هذا، على هذا الحجم كيف ما كتشوفوا. غادي نديرهم نفس الحجم وغادي نستفهم
في الطاوة اللي غادي ندخل الفران. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين بيهم. بالنسبه للطياب البنات، بالنسبه لي انا عندي الفرن الكهربائي، يكون بارد، يعني حتى كنوجدوهم في الطاوه. عاد ديك الساعات كنبغي ندخلهم، عاد كنشعل الفران، شعلته على 170 درجه، غير من العافيه غير من التحت. وهو الفقاس حطيته على الجهه الفوقانيه كاع، على الجهه اللي من الفوق كاع، باش يكون بعيد على العافيه، يعني العافيه خصها تكون بعيده عليه وهو من الفوق، باش كيطيب لنا على خاطرو، كينشف على خاطرو، ما كيتحرقش لنا من التحت. صافي ديك الساعات عاد كنشعلو عليه الفوق، كينشف لنا شي شويه. هنا كيف ما كتشوفوا، هنا ديك البيضه اللي كنت نقصت، زدت لها شويه ديال النسكافيه، شويه الحليب، وكندهن الوجه ديال الفقاس ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. صافي وكناخذوا الفورشيط كنبداو نديرو فيها خطوط بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندخلهم الفران. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نديرو في الجهه الفوقانيه كاع، وما غاديش نشعلو من الفوق غير لتحت، ونخليه على 170 درجه حتى كينشف لنا مزيان. كيف ما كتشوفوا هنايا ها هو من بعد ما طاب. دابا غادي نغطيه، وغادي نغطيه بشي فوطه تكون فازقه شويه، وغادي نخليه حتى الغدا الصباح، عاد غادي نقطعو. وهنا بالنسبه الفقاس ديالنا من بعد ما دازت ليله كامله، اولا كتخليوه غير حتى كيبرد مده 5 ساعات اولا 6 ديال الساعه، وكتبداو تقطعوه. هنا كيف ما كتشوفوا راه كيتقطع لنا، كتقطعوا نتوما باي حاجه. المهم انا قضيت غير بهاد السكين هذا اللي كان عندي ماضي. مهم راه ما كيتقطعش لكم الفقاس نهائيا. صافي كنقطعوه بهذا الشكل هذا، وغادي نستفو في الطاو. ديك الساعات غادي نرجعو الفران كيتحمر لنا من الفوق ومن التحت، وديك الساعه كنراقبوه. اللي بانت لنا طابت كنقلبوها اولا كنحيدوها. المهم كنبقاو نراقبوه حتى كيتحمر لنا وكيكون ياخذ لنا نفس اللون. صافي هنا الفقاس ديالنا كيكون واجد. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه ما كيتهرسش لكم نهائيا، يعني دغيا كتقطع، خاص غير الموس يكون ماضي مزيان. مهم كان هذا هو الشكل النهائي ديالنا من بعد ما دخلته الفران وخرجته. هذا هو الشكل ديالو النهائي. صراحه كيجي رائع، وكنتمنى يعجبكم وتجربوه في هذا العيد. و الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله يا ربي. وما تنسونيش باللايكات وبالاشتراكات ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنسونيش بتعليقاتكم. وشكرا بزاف.